يا مساء الخير او صباح الخير، حسب انتوا بتشوفونا امتى وفين. في دول بتتخلق بقرار، ودول تانية بتتخلق بمعاناة شعوبها على مر التاريخ. فلسطين الاسم اللي اتحول لرمز من قبل حتى ما يبقى دولة موجودة رسمية على الورق. والسؤال اللي هيقود حكايتنا ويمشيها معانا طول الحلقة دي هو ازاي اسرائيل بين يوم وليلة قدرت تكون دولة رسمية معترف بيها، وازاي فلسطين حتى هذه اللحظة وهي صاحبة الأرض الأصلية بقالها فوق ال 75 سنة بتحاول إن هي تحصل على اعتراف دولي رسمي كامل. تعالوا ما نشوف مع بعض. حكايتنا هتبدأ من هنا، من القاهرة. سنة 1964 في القاهرة اجتمع مجموعة من الناس علشان يأسسوا كيان، وأعلنوا المبادئ الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي نفس السنة في القدس تم الإعلان رسميا عن تأسيس ميم ت ح منظمة تحرير فلسطين. والمنظمة دي ما كانش هدفها إن هي تبقى شكل سياسي وخلاص، ده كان صوت عالي بيزعق احنا موجودين هنا، احنا اصحاب الارض دي ونستحق فيها مكان. وبعد سنة، لا ثانية واحدة، اقصد 10 سنين، الامم المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للسلطة الفلسطينية. تاني، ما اعترفتش بكيان الدولة، بس اعترفت ان المنظمة دي هي المسؤولة عن الدولة او هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني. بس القصة اقدم من كده بكتير جدا. تعالوا اما احكي لكم. قبل سنة 1948 فلسطين ما كانتش دولة بالمعنى المعترف بيه دلوقتي أو في العالم الحديث. هي دولة كانت تابعة للأراضي العثمانية، ولما الدولة العثمانية سقطت الانتداب البريطاني أخدها. يعني شعب موجود وأرض موجودة، بس كيانه السياسي كان لسه ما تكونش، زي دول كتير كانت لسه بتعلن قيمها كدولة رسمية. وده اللي فتح الباب لبالفور. تخيل انت تبقى مالك لشقة ويجي واحد حرامي يسرقها منك، ومش بس كده، ده يبتدي يأجرها للي حواليك ويقول له اتفضل حبيبي دي أرضك دي شقتك، ما تغلاش عليك يا ريس. ده بالظبط اللي حصل مع فلسطين لما سنة 1917 وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور بعت خطاب لقادة وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا، الخطاب اللي اتعرف بعدين بوعد بلفور. والخطاب كان نصه كالآتي: حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. يعني بريطانيا بتدي أرض مش ملكها لناس مالهمش حق فيها. الوعد كان ورقة، بس اتحول لنكسة لما سنة 1948 الوعد ده اتنفذ، وإسرائيل أعلنت قيام دولتها على الأراضي الفلسطينية. وتاني يوم العالم كله اعترف بيها وبقى حقيتها في الأرض، مع إن هم ما كانوش أصلا ساكنين في المكان. والشعب الفلسطيني أكتر من 700 ألف مواطن فلسطيني اتشردوا وتهجروا من أرضهم ومن بلادهم. والنكبة الحقيقية إن اسم إسرائيل اتكتب على الخرايط، واسم فلسطين اتمسح من خرايط كتير جدا على مستوى العالم. وفي يونيو سنة 67 إسرائيل عملت واحدة من أكبر حركاتها الغجرية في الدنيا، وقامت بحرب غيرت شكل المنطقة كلها لما حاربت 4 دول تقريبا في نفس الوقت: مصر والأردن وسوريا وطبعا فلسطين. احتلت سيناء واحتلت قطاع غزة اللي كان ساعتها تحت إدارة السلطة المصرية، احتلت الجولان في سوريا، واحتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية اللي كانت ساعتها تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. وفي أيام قليلة إسرائيل ضاعفت مساحتها 4 أضعاف، والعرب تقريبا كانوا قربوا يخسروا فلسطين كاملة. وسنة 1988 وبالأخص في الجزائر وقف ياسر عرفات وأعلن قيام الدولة الفلسطينية. تسقيف بقى في القاعة وعياط وهي وليلة، بس على أرض الواقع دي كانت دولة بلا سيادة. الاحتلال كان لسه موجود. في خلال الأسابيع اللي عدت بعدها أكتر من 70 دولة تقريبا ابتدوا يعترفوا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وطبعا من الدول اللي اعترفت دي
الدول العربية، الدول المسلمة، دول عدم الانحياز، الاتحاد السوفيتي، الصين، الهند. بس أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية فضلت مش معترفة بدولة فلسطين بأي حال من الأحوال تاني، مع إن هم أصحاب الأرض الأصليين. طب وبعدين يا هلو إيه اللي حصل؟ تعالى أقول لك. سنة 1987 حصلت أول انتفاضة، انتفاضة الحجارة الأولى، والعالم كله بدأ يلتفت لأن في شعب فلسطيني بيتأذي فعلا وبيتهان. مظاهرات، عصيان مدني، أطفال بيقفوا قدام الدبابات بالحجارة، أي حاجة لوقف الاحتلال غير الشرعي اللي بيحصل للأراضي الفلسطينية. والقضية رجعت تتصدر الأخبار تاني، إسرائيل من ناحية والسلطة الفلسطينية من الناحية التانية، والاتنين واقفين في حارة سد. وكلمة السر اللي بدأت في حل الموضوع أوسلو، مدينة في النرويج قررت إنها يجتمع فيها الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني من غير كاميرات ومن غير إعلام ومن غير أي شكل رسمي، قاعدين في بيوت ريفية، بس اللي بيعملوه إن هم بيتفاوضوا علشان بعد شهور يخرجوا بإعلان المبادئ سنة 1993. وده كان بينص على التالي: أول حاجة، إن إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للسلطة الفلسطينية. تاني حاجة، إن منظمة التحرير تعترف بوجود إسرائيل. تالت حاجة، إنشاء سلطة مدنية أو سلطة محلية تدير الضفة الغربية وأجزاء من قطاع غزة. وأخيرا، تأجيل أو عمل مفاوضات لاحقة بقى عن اللاجئين وعن القدس وعن كل القضايا اللي كانت شائكة أو معلقة بين الطرفين. وتخيل معايا كده الصورة: في 13 سبتمبر 1993 جنينة البيت الأبيض، الطرفين موجودين، بيل كلينتون واقف، ياسر عرفات موجود، إسحاق رابين موجود، وبيسلموا على بعض في اللقطة اللي انتشرت في العالم كله بأن السلام قادم. الاتفاق جاب معاه بداية أمل للفلسطينيين، أعلام مرفوعة، جوازات سفر عليها اسم دولة فلسطين. لأول مرة من سنة 48 الفلسطينيين يحسوا إن عندهم أرض ودولة حقيقية موجودة بتاعتهم ملكهم. بس الأمل ده ما اكتملش للأسف، لأن بكل بساطة القضايا الأساسية فضلت موجودة ما اتحلتش. المستوطنات بتكبر، القدس واللاجئين مشكلتها ما اتحلتش، حصل انقسامات داخلية كتير جوه فلسطين نفسها على طريقة إدارة اللي بيحصل ده. وأخيرا، إن إسحاق رابين نفسه تم اغتياله على إيد متطرفين يهود. ونروح ل 29 نوفمبر 2012 لما بتصويت أغلبية الحضور في الأمم المتحدة يتم اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو. يعني الأمم المتحدة اعتبرت فلسطين دولة من الناحية القانونية زيها زي دولة الفاتيكان، بس مش عضو دائم زي مصر مثلا أو فرنسا. من الآخر ليهم حق إن هم يحضروا، بس ما لهمش حق إن هم يصوتوا. اتفرج وما تاكلش يا ريس. والأسبوع اللي فات بدأ يظهر تحركات على مستوى العالم، لما فرنسا واستراليا وكندا وقبليهم دول تانية وبعديهم دول تانية اعترفوا بفلسطين كدولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. بس مش ده الغريب، الغريب ان بريطانيا نفسها اللي سنة 1917 بوعد بلفور خلقت الكيان الإسرائيلي، هي بعينها اللي جت من يومين اعترفت بوجود الدولة الفلسطينية على حدود 67. وهنا يجي السؤال الجوهري: إسرائيل أعلنت نفسها دولة سنة 1948 وتاني يوم العالم كله اعترف بيها، وفلسطين صاحبة الأرض بتعافر بقى فوق ال 75 سنة. فهل الشرعية بتتخلق بالقوة ولا بتتخلق بالحق؟ ويبقى أغرب مفارقة ليا في القصة دي هو إن الدولة اللي بورقة منها خلقت الكيان الإسرائيلي سنة 1917 هي اللي بعينها جاية النهاردة تعترف بوجود دولة فلسطين على حدود 67. دي كانت سريعا قصة صغيرة جدا عن فلسطين. اكتبوا لي عايزين تعرفوا قصص عن أماكن أو دول إيه تاني. وما تنسوش تعملوا فولو للشانل، لأن كل أسبوع هتلاقوا في حلقة جديدة عن قصة مكان أو شخص.